وحوي يا وحوي إياح، وكمان وحوي إياح، رحت يا شعبان إياح، وحوينا الدار جيت يا رمضان إياح، هل هلالك والبدر اهو بان. الأغنية دي مفيش بيت في مصر ويمكن في الوطن العربي ما يعرفهاش، وكلنا حافظينها وبنغنيها، بس مفيش حد فينا عارف معنى كلمة وحوي ولا إياح، بس اهو بنغني وخلاص. بس عشان انت صديقي مش هسيبك محتار وهحكي لك. أصل لفظ وحوي يا وحوي إياح فرعوني أصلا، والفراعنة أول ما نغنوها بعد هزيمة الهكسوس. هي كلماتها غريبة شوية ومش مألوفة، بس يمكن فهمها يرجع لأصولها ومعناه. أصل كلمة وحوي يا وحوي إياح بيرجع للعصر الفرعوني، وتحديدا للملكة الفرعونية إياح حتب، اللي كانوا بينادوها بإياحة كاسم شهرة ليها يعني كده لزوم الدلع. وهي زوجة أمير طيبة اللي اتدهورت في عهده الدولة الفرعونية، وطمع فيها الهكسوس أواخر القرن ال18 قبل الميلاد. وفي وقتها الأميرة إياح حتب كانت بتشجع جوزها وتحرضه على رفع راية العصيان في وش الهكسوس علشان يستعيد مجد آبائه الفراعنة. وفعلا تحتمس حضر نفسه وجهز الجنود استعداد للحرب اللي اتقتل فيها بعد كده. وبعد ما رجعت إياح حتب بجثة جوزها، وبمجرد الانتهاء من مراسم وداعه ودفنه، راحت لابنها الكبير كامس بتطلب منه إنه يكمل مشوار أبوه في الحرب ويقتل الهكسوس في سبيل الاستقلال، إلا إنه برضه اتقتل زي أبوه. طب تسكت بقى هي وتقول كفاية اللي راحوا؟ لا، إزاي؟ راحت لابنها الصغير علشان تحرضه يكمل مسيرة أبوه وأخوه، وعلى عكس أبوه وأخوه نجح في اللي هم فشلوا فيه وانتصر على الهكسوس. وأثناء عودة أحمس وأمه إياح حتب استقبلهم المصريين وهم رافعين الرايات والمصابيح وبيهتفوا لهم وحوي يا وحوي إياح. ومعنى كلمة وحوي الفرعونية مرحبا أو أهلا، وكلمة إياح معناها قمر، يعني أهلا ومرحبا بالقمر، تقديرا للدور البطولي والتضحيات اللي قدمتها الأميرة إياح حتب وابنها أحمس. ومن هنا بدأ استقبال المصريين لهلال شهر رمضان بوحوي يا وحوي إياح للترحيب بالشهر الفضيل، وبيعبروا عن فرحتهم وسعادتهم بهلاله. وأغنية وحوي يا وحوي إياح من تأليف حسين حلمي المنستيرلي، ولحنها الفنان أحمد شريف، وغناها لأول مرة الفنان أحمد عبد القادر اللي واكب بافتتاح الإذاعة المصرية في ثلاثينيات القرن الماضي. عرفت بقى معنى جملة وحوي يا وحوي إياح؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وأي بلاتفورم أنت هتلاقينا عليها. وكل سنة وأنت طيب، وبس كده.